بص، هم 3 عوامل امبارح اللي كانوا السبب في الفشل لمباراة القمة رقم 130. اول عامل كان اتحاد الكورة. اتحاد الكورة هو السبب الرئيسي في ان المباراة القمة تبان بالشكل دوت. تاني عامل كان رابطة الأندية المحترفة، كانت برضو سبب، بس انا بشوف رابطة الأندية ملهاش يد جامدة يعني في موضوع التحكيم. هي رابطة الأندية كانت السبب اصلا النادي الاهلي عمل بيان بخصوص ان الجدول في الدور الثاني ظهر او اتعمل في وقت ما ينفعش يتعمل فيه غير في الوقت بتاع الفجر الساعه 4 الفجر وبالاي اي بالذكاء الاصطناعي او كده. ده كان اعتراض النادي الاهلي على رابطه الانديه في جدول الترتيب بتاع الدور الثاني. ثالث عامل في السبب في برضه في الظهور دوت كان النادي الاهلي. بص، ايا كان ما كانش ينفع انه ما يروحش الماتش. انا شايف ان النادي الاهلي كان ممكن يعدي الليله كده بشكل طبيعي عادي، وان احنا هنلعب الماتش بس هنقعد بعد الماتش وهنتكلم ومش هنلعب تاني غير لما تشوفوا لنا حلول للتحكيم المصري. كان ممكن ده النادي الاهلي يعمله، ان انا هعدي الليله والشكل العام والجمهور اللي حضر في المباراه. يعني ما كانش ينفع ان الناس دي تروح من غير مباراه. الشكل يعني كان حلو قوي. الجمهور امبارح ما كانش ناقصه غير فرقتين ينزلوا يلعبوا مباراه. يعني انا شايف ان الماتش كان جاهز جدا لان انت تعمل مباراه قويه جدا. ده غير ان اللعيبه بتاعت الزمالك نزلت وسخنت وعملت اجواء اللي هي يعني كانوا جاهزين جدا للمباراه، ما كانوش مستنيين غير فريق الاهلي. انا شايف ان دول ال3 عوامل اللي كانوا السبب في ظهور اللي المباراه بالشكل دوت. اتحاد الكوره انا بلوم اللوم الكبير عليه. اتحاد الكوره هو ما كانش فاضي، يعني ما كانش فاضي لمباراه القمه، ما كانش مستعد اصلا. الباشمهندس هنا بريده كان عنده انتخابات في الاتحاد الافريقي الشمال الافريقي ان هو بقى رئيس الاتحاد الشمال الافريقي، اللي هو بيرقص 4 انديه او 5 انديه 5 بلدان تقريبا. فهو ما كانش فاضي لكل ده، كان عنده الانتخابات وكانش دماغه مش فاضيه لينا. المباراه اصلا ما كانتش في دماغه تقريبا، ما كان بيلف مع انفانتينو مع موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، ما كانش فاضي. ده اللي حصل في مباراه القمه وخلى الظهور بتاعنا بقى بالشكل ده. هنا بقى اهم حاجه لازم تحصل عشان تلم الموضوع وتراضي الاطراف كلها. ما ينفعش تطلع بقرار تقول احنا هنلعب مباراة القمة النهاردة او بكرة بطاقم تحكيم سعودي. ما ينفعش كده، انت بتعمل مشكلة بين الجمهور في الشعب المصري. انا برضو طرف على حساب طرف، ما ينفعش. لازم قرار من الدولة، ما ينفعش بقى من وزير الرياضة. انا شايف ان وزير الرياضة ملوش كلمة ومفيش ثقة بينه وبين الأندية اصلا، ومفيش كلمة ليه بتتسمع او اي حاجة. انا شايف ان قرار من الدوله بقى ايا كان مين اللي هيطلع بالقرار يطلع يقول تم تاجيل لقاء القمه لاجل غير مسمى. ده اللي عشان يراضي كل الاطراف وتاجل مباراه القمه. وانت مأجل بقى يا معلم تلعب بقيه المباريات، تلعب تراضي بقى كل الاطراف، تقعد مع النادي الاهلي وتقعد مع اتحاد الكوره وتقعد مع رابطه الانديه وتقعد مع نادي الزمالك. انا شايف ان نادي الزمالك يعني ملوش في الموضوع. نادي الزمالك عرف يصطاد في المايه العكره. طلع امبارح بعد المباراه طلع بيان انا تمام، انا خدت ال3 نقط، محدش يسالني في مباراه تانية. عشان كده بقول لك لو انت جيت النهارده او بكره حطيت الزمالك وقلت له انت هتلعب مباراه القمه تاني بتحكم تحكيم اجنبي او سعودي، فالزمالك هيقول لك لا يا عمي، انا رحت وجهزت نفسي في الموعد التمام والتحكيم اللي انت قلت لي عليه وماليش دعوه، خرجني بره الليله دي بينك وبين الاهلي، خرجني بره عنها. وانا اتفق مع الزمالك جدا، ده حقه. الزمالك راح وصرف واتوبيسات واللعيبه اتمرنت ولبسوا ونزلوا وقعدوا تلت ساعه وتصفر الماتش على الاهلي. والمناسبه في ناس بتقول لك الماتش ما تصفرش على الاهلي، بيقولوا الماتش اتلغى لان في دلالات بتحصل في الملعب بتقول لك ان الماتش بيتصفر او بيتلغى. فانا ما اعرفش، دي مش بتاعتي، دي بتاعتهم هم. ما مش هيعملوها دلوقتي الا لما يتفقوا مع النادي الاهلي ويتفقوا هم كبار مع بعض. احنا مجرد بنحلل المشهد كده اللي بنشوفه في التلفزيون يعني.
فده رايي يعني، ان انت ما تطلعش بقرار ان انت تلعب مباراه القمه في الوقت ده. هيبقى قرار غلط جدا، وهيحصل من وراه مشاكل كبيره جدا، وهتندموا على القرار دوت، وهنخش في نفق مظلم مش هنعرف نخرج منه. ده كان رايي. يعني اتمنى اشوف ارائكم في الكومنتات، وتشوفوا مباراه القمه والشكل القادم للي بيحصل في الكره المصريه. واتمنى نشوفكم في فيديوهات جايه كتير.